احيانا احنا كمدرسين بنحاول نلاقي لنفسنا اعذار لعدم التميز او عدم النجاح، زي مثلا نقعد نقول لنفسنا الولاد نشيطين زياده عن اللزوم، انا مش قادره اعمل كنترول على الصف ضيق قوي، مش قادره اعمل فيه انشطه تجذب الولاد بالقدر الكافي، الاهالي مش متعاونين معايا، مش بيدربوا ولادهم كفايه في البيت، فالولاد قدرتهم ضعيفة، إدارة المدرسة مش متعاونة، وحاجات كتير بالشكل ده. لما بنشيل المسؤولية من على كتافنا وبنرميها على أي عامل خارجي، هنا بيكون التطوير والتغيير صعب جدا. أنت مربي، عارف يعني إيه مربي؟ يعني أكتر شخصية مؤثرة في حياة الأطفال اللي هيبقوا هم الجيل اللي جاي، فلازم تعرف وتقدر دورك كمربي أو كأم بتربي وبتعلم صح. طب إيه اللي يميز مدرس عن مدرس تاني غير إن ده عنده تحديات قدر يواجهها ويغيرها، والتاني ما قابلتوش تحديات وعلم الاولاد الحروف وخلاص، او علمهم الدروس وانتهينا. المدرس الناجح هو اللي بيقدر يتحدى التحديات او يواجه التحديات اللي بتحصل له جوه الصف من غير ما يرميها على اللي براه، ويقدر يتآلف ويعمل جو من الحب جوه الصف. وما تنسوش ان في امثله كتير جدا لطلاب كانوا بشعين على المستوى النفسي وعلى المستوى السلوكي، حتى على المستوى التعليمي، ولو ان ده مش هو ده اللي يهمني 100%، انا يهمني نفسية الولد وسلوكه اكتر، وكانوا صعبين جدا وقدروا بسبب مدرس واحد يتغير سلوكهم ويبقوا احسن ويطلعوا شخصيات ناجحه، زي مثلا مدرسه المشاغبين، ومنها امثله كتير جدا على قد ايه المدرس كان مؤثر في حياه الطلاب بتوعه فقط لانه امن بنفسه وامن بقدراته وشال اي مسؤوليه من عليه، سواء في بيت او في مشاكل حتى نفسيه عند الاولاد او امراض نفسيه زي اوتيزم او ADHD او اي مرض من الحاجات المنتشره دلوقتي، قدر هو يتاقلم ويتالف معاها، وبالحب وبالتركيز وبالدراسه نقدر نواجه اي مشكله، ونكون فعلا مدرسين متميزين ونطلع جيل صالح ينفعنا وينفع بلده وينفع مستقبلنا.